النهاردة مش جاي أحكي لك قصة، أنا جاي أحكي لك عن تجربة موت حقيقية عشتها في أوضتي. كلنا نعرف الجاثوم أو شلل النوم، لكن لما تعيش التجربة دي وتشوف شخص أسود واقف فوقك بيخنقك وجسمك كله مشلول ومش قادر تصرخ، هنا بتعرف إن الرعب الحقيقي ملوش علاقة بالأفلام. مين اللي يحضر نفسك عشان دي حكاية مش هتنساها. صلوا على النبي يا إخواتي قبل أي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو لسه ما اشتركتش في القناة متنساش دلوقتي حالا تشترك وتفعل الجرس وتعمل اللايك القوي. ويلا بينا. قصتي مع الجاثوم. أنا وأمي عايشين في بيت واحد، مفيش غيرها معايا. كنت قاعد بتفرج على فيلم رعب من اللي بيوقفوا القلب فعلا. بعد ما الفيلم خلص قعدت شوية بالليل مع أمي وبعدين دخلت عشان أنام. عادة أنا بمجرد ما أحط راسي على المخدة بنام على طول، بس الليلة دي حسيت إن في حاجة غلط. كل ما أحاول أنام أحس إني مش مرتاح، في إحساس غريب بعدم أمان حواليا. قلت لنفسي يا عم قوم اغسل وشك واشرب أي حاجة كده وتعالى ننام تاني. وأنا قايمة من على السرير حسيت بجسمي تقل بشكل مش طبيعي، كأن في حد بيدوس عليا. الصراحة أنا خفت، فقلت طب أنا هنام واللي يحصل يحصل. نمت وحطيت البطانية على وشي من كتر الخوف. وأنا نايم حسيت فيه خربشة في الأوضة، مع العلم أنا أصلا ما عنديش قطة. مرة واحدة نفسي تقل وجسمي تقل مرة تانية، والصوت الغريب اللي كان في الأوضة اتحول لخربشة أقرب مني. حاولت أفتح عيني عشان أشوف في إيه، بس مفيش حاجة باينة. النور كان مقفول والدنيا كلها سودة. قلت لنفسي دي شكلها هلوسة من فيلم الرعب. قلت تعالى نشرب مية ونرجع. لسه برفع البطانية لقيت مصيبة. لقيت شخص واقف أسود في أسود ومش باين منه غير عينيه. هنا الخوف شلني فعلا. حاولت أحرك إيدي عشان أقوم بس مش عايزة تتحرك. الشخص ده رفع إيده وبدأ يجي عليا ويقرب مني، وبعدين بدأ يخنقني. أنا عمال أحاول أتحرك بس مش عارف، عمال أصرخ عشان أمي تسمعني بس صوتي بيقلع بصعوبة ومكتوم. الشخص الغريب ده عمال يخنقني وأنا ولا عارف أقوم ولا عارف أعمل أي حاجة. جسمي مشدود ومش راضي يتحرك. بدأت أطلع في أنفاسي الأخيرة. غمضت عيني وفتحتها، لقيتني بقوم من على السرير عادي ومفيش أي حاجة. كنت باخد نفسي ومش قادر. لقيت نور الأوضة ولع وأمي واقفة على الباب بصالي ومستغربة. بتقولي فيك إيه يا ابني؟ قلت لها مش عارف. قالت طب حصل إيه؟ أنا قايمة عشان أتوضأ وأصلي الفجر، لقيت في صوت جاي من أوضتك. قلت لها أنا مش عارف اللي حصل ده، يمكن كابوس؟ قالت لي طب إيه اللي حصل؟ قلت لها أنا ما حلمتش، أنا ما نمتش أصلا عشان يبقى كابوس. قالت لي ما نمتش إزاي يعني؟ يا ابني أنا جيت من ساعة بصيت عليك لقيتك نايم. قلت لها ساعة إيه؟ أنا ما كملتش ربع ساعة في الأوضة، يا دوب رحت شربت مية وجيت، والليلة كانت الساعة 2 بالظبط. ردت أمي بصدمة 2؟ 2؟ إيه يا ابني؟ الساعة دلوقتي 4. بصيت ليها وقلت إزاي؟ قربت مني أمي وقالت لي أنت حلمت بإيه أصلا؟ قلت لها أنا ما حلمتش، كان في واحد عمال يخنقني ومش عارف أحرك جسمي خالص كأني مشلول. قالت لي كويس يا ابني إنك بخير، يلا قوم صلي معايا عشان الليلة دي تعدي على خير. قررت أقوم أتوضأ عشان الفجر. دخلت الحمام، المية مش بتنزل من الحنفية. ناديت على أمي وعمال أنادي بس مش بترد. استغربت، أمال أمي اتوضأت بإنه ماي. رحت عند أوضة أمي عمال أخبط وأقول يا أمي أنت صليتي بإنه ماي. دخلت الأوضة لقيت أمي نايمة. استغربت جدا. أمي ردت بصوت مليان نوم في إيه؟ عايز إيه؟
وهي نايمة على السرير. طلعت برا الأوضة ومستغرب، أمال مين اللي كان معايا؟ مين اللي كان في أوضتي؟ وإيه اللي عمال يحصل معايا ده؟ قلت لنفسي استحالة ده يكون كابوس، ولسه بلف وشي علشان أرجع للأوضة بتاعتي. لقيت حاجة أنا ما أقدرش أشوفها تاني من كتر الرعب. لقيت نفس الشخص الأسود واقف قصاد الأوضة وباصص لي. وهنا فقت من النوم مرة واحدة، لقيت جسمي كله مليان ماي من العرق، واكتشفت إن كل ده كان كابوس في كابوس. الخاتمة، بصراحة يا شباب لحد دلوقتي مش عارف أفرق بين الحقيقة والخيال. هل ده كان مجرد شلل نوم أو جاثوم؟ ولا ده كيان حقيقي دخل أوضتي ولعب بعقلي؟ خصوصا حتة إني شفت أمي صاحية وبعدين لقيتها نايمة. تخيل معايا إنك تصحى من كابوس مرعب وتكتشف إنك لسه جوه الكابوس. أهم حاجة بقى، هل حد منكم مر بتجربة زي دي قبل كده؟ لو عشت تجربة الجاثوم أو حاجة غريبة اكتب لي قصتك تحت في التعليقات عشان نقراها ونشوف مين اللي قصته أرعب. ثانياً، متنساش تدعمني باللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، ولو لسه ما اشتركتش اشترك دلوقتي عشان تشوف باقي حكايات الرعب اللي جاية. يلا يا وحوش، أشوفكم في الفيديو الجاي وقصة مرعبة جديدة. سلام.